قمنا بتشكيل غرفة عمليات من جميع الدوائر الأمنية والخدمية، وكذلك من قبل الموارد المائية، وحيث باشرنا بأعمال جهد البلدي والخدمي والأمني على امتداد ضفة نهر الفرات، أيسر نهر الفرات في قضاء الرمانة، من الحدود السورية المتمثلة بمنطقة الباغوز، وإخلاء الفلاحين والمزارعين وكذلك أصحاب المنشآت داخل حوض النهر، استعدادا لاستقبال انطلاق الاطلاقات المائيه من الجانب السوري، حيث بلغت الاطلاقات المائيه 1800 متر مكعب من قبل الجانب السوري، وهي تصل تدريجيا، حيث تم اطلاق 1000 وبعدها 1500 وبعدها اليوم تم اطلاق 1800 من سد الطبقه. لذلك نحن أخذنا جميع احترازاتنا واحتياطاتنا لتأهيل السداد الترابية المحاذية لنهر الفرات وحوض النهر. هناك تعاون كبير من قبل الأهالي ومن قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل كوادر البلدية على امتداد 15 كيلومتر. تم تأهيل عدة مقاطع، والآن نحن في المقطع الثالث من العمل، حيث هناك مقطع في قرية الباغوز عند الحدود السورية، ومقطع ثاني في منطقة الربط، ومقطع هذا الثالث في منطقة الحويجة. تم البدء بعمليات الاستنفار الخدمي بإسناد آليات المديرية وآليات البلديات عانة وراوة والقائم والرمانة، حيث بدأت الحملة من منطقة الباغوز في الحدود العراقية السورية، شرقا باتجاه الرمانة وباقي السداد لتأهيل السداد على جانبي نهر الفرات. ما زالت الحملة مستمرة لغرض تأمين السداد واستقبال الموجات الفيضانية القادمة من الجانب السوري.